إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع وأهلا وسهلا بكم جميعا إخوان وأخوات. فيديو اليوم كارثة ومؤامرة جديدة ضد البشرية، لأنه تم الإعلان عليها في الساعات القليلة الماضية. تم تسريب بعض الأخبار عن هذه الكارثة. هذه الكارثة أو مسرحية جديدة كمسرحية كورونا أو متحورات كورونا، وفي خطوة خطيرة للقضاء على البشرية ومحاربة البشرية وتحقيق أحد أهداف، يعني الحكومة الدولة العميقة ومحور الشر. بدأت بريطانيا في الساعات القليلة الماضية من استعمال وإعطاء البقر حاصرات الميثان، مواد سميت بحاصرات الميثان، بهدف حماية المناخ. دائما العنوان الجميل: هدفنا هو حماية المناخ ومحاربة الاحتباس وارتفاع الحرارة لكوكب الأرض. دائما يعني يروجون بعناوين جميلة وفتانة، ولكن أهدافهم الخفية أهداف شرانية. بعض الإخوة سيسألون وسيتساءلون: ما هي حاصرات الميثان؟ ما هو الميثان؟ يعني غادي سيكثر القيل والقال، ولكن حتى نوضح الصورة وبعجالة. أولا، الميثان فهو الهواء المنبعث الذي تصدره الحيوانات أو يصدره البقر في هذا الحال من مؤخرته، أو ما نسميه يعني بالتجشؤ، إصدار الرائحة من الدبر. هذا هو الميثان. حاصرات الميثان التي بدأت الحكومة والسلطات البريطانية في استعمالها وسيتم تعميمها على باقي دول العالم. كونوا على يقين، لأن هذا من بين الأدوات الحديثة التي يريدون الترويج لها في الأيام المقبلة. هذه حاصرات الميثان هي مواد كيماوية مصنعة أو أدوية يضيفونها، قرروا إضافتها إلى علف البهائم، وفي هذه الحالة علف الأبقار، لإعطائها كأكل للأبقار. الذريعة والحجة التي يقولون هو أنها ستقلل من الميثان، من هذاك الغاز الميثان التي تبعثه الأبقار في هذه الحالة. وبهذه الطريقة سنحافظ على توازن حرارة الأرض، لأنه حسب تعبيرهم وحسب تأويلاتهم وحسب أكاذيبهم التي يروجون لها، فإن الميثان الذي تبعثه الحيوانات فهو أخطر نسبة 84% من غاز ثاني أكسيد الكربون، وأنه هو السبب، أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع درجة حرارة الكوكب. هذا غاز الميثان، هذا الميثان الهواء التي تبعثه الأبقار من دبورها، يعني ذاك الرائحة اللي تخرج من الأبقار هذه هي سبب ارتفاع حرارة الكوكب. يعني حتى في حد ذاتها فهي نكتة. أليس بالأحرى يعني لو أردتم فعلا معالجة الاحتباس الحراري أو محاربة الارتفاع أو التقليل من ارتفاع درجة حرارة الكوكب، كانت هناك سبل أخرى. كان ممكن أول شيء إيقاف الحروب، إيقاف يعني ترويج للأسلحة، التخصيب ديال الأورانيوم، المعامل اللي في تزايد، وهي من أكبر الأسباب ديال تلوث الهواء وارتفاع نسبة الحرارة ديال كوكب الأرض. هناك عوامل أخرى، التقدم اللي بطريقة خطيرة وطريقة لا تحترم لا الطبيعة ولا البشر. يعني هناك أشياء ممكن تطبيقها. شركات النفط التي تلوث نصف سكان العالم يعاني من مخلفات أو التلوث التي تشكله شركات النفط. كذلك عدم أو التوقف الحد من تلويث المياه ديال البحار، المحيطات، الأنهار، لأنه كذلك له يعني نتائج على ارتفاع ديال درجة حرارة الكوكب. هناك حلول أخرى، ولكن هم يعني الله يحفظ دائما يريدون الوصول إلى أهداف، والهدف الوحيد الآن للحكومة العميقة أو لمحور الشر في هذا الكون هو يعني محاربة البشر وتخفيض من عدد سكان الأرض
والقضاء عليهم. لم يستطيعوا الوصول إلى هدفهم عن طريق ترويج لكورونا، فيروس كورونا أو متحوراته، والآن وصلوا إلى هذه الفكرة، هذه الطريقة الجديدة، لأنهم لن يستطيعوا لمس بالبشر مرة أخرى، لأنه الناس أفاقوا من غفلتهم أو يعني من السبات الذي عشنا أيام كورونا. فحاولوا الآن الطريقة الجديدة لمحور الشر أو للدجال وأبنائه وأتباعه هي المس بأشياء لها علاقة بالبشر، يعني المأكولات. نحن نأكل مثلا لحم البقار، ففكروا هما في هذه الطريقة هذه أنه يجب مهاجمة الأبقار بهذه الطريقة أو تغيير تكوينها أو إحداث تغييرات عليها حتى يتم تغيير السلسلة الغذائية لنا كبشر وللآدميين. هذه هي الطريقة التي وصلوا إليها الآن، ويحاولون تطبيقها بعد فشل مؤامرة فيروس كورونا، وهم سيحاولون بكل الطرق. وبريطانيا الآن هي أول المختبر، لأنه بدأت فعلا في تطبيق هذه المسائل وإعطاء الأبقار هذه الأدوية وهذه المواد الكيماوية لضرب كل ما هو صحي بالنسبة لنا كبشر، ومحاولتهم يعني لمس بالبشرية. هذه كلها صراحة حيل وطرق يشتغلون عليها في الخفاء وليل نهار للوصول إلى أهدافهم الخبيثة. ولكي تتضح لكم الصورة إخواني أخواتي، هناك سؤال مشروع، سؤال يمكن طرحه لمعرفة هل فعلا هذه مؤامرة أم لا، وسأترككم تخمنون وتعطون إجابة لهذا السؤال. من هو المستفيد الأكبر من هذه المؤامرة الجديدة؟ من هو المستفيد الأكبر؟ فهو صاحب الشركة أو أكبر مساهم في شركة تنتج حاصلات الميثان، تنتج هذه المواد الكيماوية، تنتج هذه الأدوية التي الآن يتم خلطها بآلاف الأبقار لتغيير كل ما هو طبيعي. أظنكم خمنتم، أظنكم عرفتم من هو كما ترون في الصورة الشيطان، شيطان البشر، صاحب النظرات الخبيثة. إنه بيل جيتس إخوان، فعلا بيل جيتس قد أسس هذه الشركة منذ فترة، وفعلا هو كان يروج لهذه الفكرة منذ سنوات، يقول بأنه الحل لإنقاذ البشرية وإنقاذ الكوكب هو العزوف عن أكل اللحوم الطبيعية وعن أكل كل ما هو طبيعي، واللجوء إلى اللحوم الاصطناعية واللحوم المختبرات. وهو الآن فعلا هذه مرحلة لتهيئتنا لما هو قادم. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى، أتمنى من الإخوة والأخوات، أتمنى من حكوماتنا، حكومات الدول العربية والدول الإسلامية وكذلك حتى دول الغرب، أنهم يكونوا قد استفادوا من الدرس السابق ومن الدروس السابقة الماضية، وأن لا ننخدع مرة أخرى، وأن نكون حذرين في التعامل مع هؤلاء. فهذه طريق الدجال، هؤلاء خدمة الدجال، وأكيد سيتمكنون من نشر هذه الخزعبلات ونشر هذه الأكاذيب وهذه المؤامرات في بعض البلدان. أتمنى أن لا نكون نحن وأنتم إخواني أخواتي ضحية لها. هذا هو ما لدينا اليوم إخوان، أتمنى لكم إفطار شهي، أمسية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.